بسم الله توكلنا على الله، يلا بينا يا ابطال. النهارده باذن الله هنبدا في الدرس الرابع، وكل الدروس موجوده على اليوتيوب. لو انت حابب تذاكر هتقعد تذاكرهم، بس في ناس ما بتحبش تذاكر. ماشي، كل الدروس انا منزل لك على اليوتيوب. حلو قوي. النهارده باذن الله ندخل على الدرس الرابع في الوحده رقم 2، في الوحده الثانيه. ادي في الوحده الثانيه، الوحده الثانيه اللي هي حساب المثلثات. طيب، الدرس الرابع درس جميل، وعايزك تبقى فاهم نقطه نقطه وما تعكش فيه عك. ماشي، عشان درس يعني ايه دماغ شوية وفي تفاصيل مهمة جدا. درس مختلف عن باقي الدروس. انا بقول لك درس النهاردة درس مختلف عن باقي الدروس. هندخل على حاجة اسمها الزوايا المنتسبة. الزوايا ايه؟ المنتسبة. ما هي الزوايا المنتسبة؟ هما زاويتين معاك، وليكن سيتا وليكن ألفا، زاويتين قدامك كده. تيجي تطرحهم، الفرق بين قياسيهما بيساوي عدد صحيح من القوائم. أول 5 دقايق استحملني، هتقولي مش فاهم حاجة، بس بعد شوية تفهم. اظبط بس واحدة واحدة. يبقى ما هي زوايا المنتسبة؟ زاويتين تيجي تطرحهم يديك عدد صحيح من القوائم. طب تيجي تجمعهم برضو يديك عدد صحيح من القوائم. ايه هي السيتا وايه هي الألفا يا مستر؟ أي زاويتين معاك، زاويتين زي ال30 وال60، 40 و50، 80 و100 كده. زاويتين تيجي تطرحهم أو تجمعهم يديك عدد صحيح من القوائم. لو ده حصل معاك، إذا السيتا والألفا هنقول عليهم زوايا منتسبة. زوايا إيه؟ منتسبة. 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 ألاقي واحد دلوقتي بيقول لي يعني إيه عدد صحيح من القوائم؟ القوائم يا سيدي اللي هي 90 درجة. ها؟ يعني إيه بقى عدد صحيح من القوائم؟ يعني نفضل زود 90، يعني تيجي تطرحهم تلاقي 90، بس مش شرط 90 بقى، لأ، ممكن 180. حد شاطر يزود 90 كمان؟ 270. حد شاطر يزود 90 كمان؟ 360. اي زاويتين تيجي تطرحهم تلاقي الناتج بتاعهم، او تيجي تجمعهم تلاقي الناتج بتاعهم 90، 180، 270، 360 وهكذا، بنقول عليهم زوايا منتسبة. بنقول عليهم زوايا ايه؟ منتسبة. منتسبة. طب ايه هي فايدة الزوايا المنتسبة دي؟ افهمك ايه فايدتها. ببدأ اشتغل اول حاجة على السيتا و180 ناقص سيتا. دي الزاوية الاولى، شايفينها ولا لا؟ اه. ودي الزاوية التانية، شايفها ولا لأ؟ عايز حد شاطر يجمعهم. عايز حد شاطر يجمع الزاوية الأولى دي مع الزاوية التانية. تعال نجمعهم. سيتا زائد 180 ناقص سيتا. مش موجب سيتا ده هيروح مع سالب سيتا؟ أيوه. أيوه. لما جيت جمعتهم اداك ايه؟ ها؟ 180. طب وانا اتفقت معاك، لو المجموع او الطرح اداك 90 او 180 او اي عدد صحيح من القوائم، اذا هذه زوايا ايه؟ ها؟ منتسبة. 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 يبقى دلوقتي نستنتج ايه من الكلام ده كله؟ استنتج ان السيتا و180 ناقص سيتا، الزوايا دي زوايا منتسبة. زوايا. منتسبة. منتسبة. مستر بستخدمها في ايه؟ ايه فايدتها؟ خلاص انا عرفت ان الزاويتين اللي قدامي دلوقتي اللي هي السيتا و180 ناقص سيتا دي زاويه منتسبه. ليها فايده بقى ولا ملهاش فايده؟ ليها فايده كبيره جدا. يعني أنا لما اجي اقول لك جا 180 ناقص سيتا، هتقول لي ال 180 دي ملهاش لازمه، هكتبها جا سيتا على طول. فبتسهل عليا الحسابات. يعني جا 180 ناقص سيتا اشيل 180 يا مستر؟ هكتب جا سيتا. هكتب ايه؟ جاسيتا. حلو قوي. جاسيتا. طب جاتا 180 ناقص سيتا هي بالظبط يا ابطال. جاتا سيكا برضه. بس خلي بالك بقى، احط جاسيتا. سالب. احط سالب هنا في الجاتا، احط سالب. وفي الظا برضو هحط سالب. كل سالب برضه. فالسوالب دي انت هتنساها، فانا بعد شويه هديك قاعده للسوالب دي كلها عشان ما تنساهاش. مستر طب مش هل فاهم. الكلام ده، اصبري عليا واحده واحده. انا اتفقت في اول الفيديو قلت درس النهارده درس مش سهل. في اول 5 دقايق ما حدش يقاطعني في كلمه مش فاهم، في كلمه مش عارف ايه. اول 5 دقايق خلينا اوصل لك الكلمتين لحد ما الدنيا تربط معاك. خلصنا الجا والجتا والظا، هندخل بقى على عكسهم. عكس الجا القتا. فلما قتا. اجي اقول لك قتا 180 ناقص سيتا، هتقولي نفس الكلام برضه. قطر. هتقولي تساوي قتا سيتا. قتا. صح.
صفر. طب وشقلوب الجتا اللي كان حاضر معايا اخر حصه قاء. هيقول لي قاف. قاف. واحد دلوقتي يقول لي ما انا مش عارف القاء، ما انت ما تديني حضرتش اللي سالب فاتت. سالب. تبقى سالب. هو عشان القاء زي الجتا والظا شقلوبها زاطه. سطا. 180 ناقص سيتا تدينا برضو سالب. سالب. سالب ظا سيتا. سالب ظا. سين. سالب ظا سيتا. طيب يا مستر بقى مرة كمان عشان الكلام ده كله دخل في دماغي عمل ميكس فأنا مش فاهم حاجة. بص يا جميل، دي كلمة حول إحداثية اللي هو السين والصاد، ها عارفهم أنت من أيام إعدادي. ده اسمه الربع الأول، وده الربع التاني، وده الربع التالت، وده الربع الرابع، صح ولا والرابع. لأ؟ صح. صح. هنغني أغنية حلوة هنقول إيه؟ هنقول كل جبار ظالم جاته ظالم. مصيبة. كل جبار ظالم جاته مصيبة. كل جبار ظالم جاته مصيبة. فايدة الأغنية دي تحديد الإشارات. تحديد مين؟ الإشارات. إن الربع الأول جميع الدول فيها موجبة، يعني الجا موجبة. طب الجتا موجبة، طب الظا موجبة، طب مستر أحمد موجب. كله موجب، عشان كده بنقول كل في الربع الأول موجب. أي حاجة في الربع الأول إيه؟ موجب. موجبة. طب الربع التاني، الربع التاني عشان توصل له لازم تقول لي 180 وتنقص سيتا. الربع التاني عشان توصل له اللي هو 180 ناقص سيتا. اهو 180 سيتا. اهي. لما تيجي تنقص السيتا تطلع هنا. ابطال حصه النهارده مش للطلاب الضعاف عشان ابقى واضح، بس عشان ما حدش يضايقني يقول لي مش فاهم. اي طالب ضعيف محي في الرياضه لو سمحت يخرج من حصه النهارده. بعد اذنك، انا بستأذنك. في حصص بتبقى ايه ممكن افسر لك المعلومه تفصيل بدائي، يعني اي طالب يفهمها. لكن حصه النهارده عايزه واحد شغال شويه بعد اذنك. تمام بعد اذنكم. حلو. ماشي. 180 دي لما تيجي تنقص منها حته هتبقى في الربع الثاني. طب لو جيت زودت عليها 180 زائد سيتا هتبقى في الربع الثالث. يبقى 180 ناقص الربع الربع الثالث. الثاني. طب 180 الثاني. زائد الربع الثالث. الثالث. مره كمان. ال الربع الثالث. 180 تيجي تنقص تروح للتاني. الربع تيجي الثاني. تزود تروح الثالث. للتالت. الربع الثالث. يبقى اول ما اجي اقول لك 180 زائد سيتا ما تفضلش دايخ تقول لي الربع التالت يا مستر. الثالث. اجي اقول لك 180 ناقص تقول لي يا مستر الربع الربع التاني. الثاني. حلو. 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 تمام طب يا تمام. مستر بالنسبه يعني الربع الرابع ده ملوش نفس ولا ايه؟ لا الربع الرابع بقول عليه 360 ناقص 360 واشيل منه حته كده فينزل تحت. 360 ناقص سيتا. 360 ناقص سيتا. 360 ناقص 6 ده ربع رابع اهو. انا كاتب لك كل حاجه. الربع الاول كله موجب ما تشغلش بالك بيه. تمام. الربع الثاني 180 ناقص. الربع الثالث 180 زائد. الربع الرابع 360 ناقص 360 ناقص. ناقص سيتا. نعم. دلوقتي تقدر تحدد الأربعة ولا لأ؟ يعني مثلا وليكن جاء 180 ناقص سيتا دي تقع في ربع الإيه؟ هطلع هنا فوق 180 ناقص الأول. دي تقع الثاني. الثاني الثاني في الثاني الربع الثاني. يبقى أول الثاني. حاجة بحدد الربع. طب يا مستر خلاص تحديد الربع فهمته. 180 ناقص يبقى الربع التاني. إيه فايدة تحديد الربع؟ تحديد الربع بعد ما تحدد الربع تغني الأغنية تقول إيه؟ تقول كل جبار ظالم جاته مصيبة. طيب الربع التاني جبار دي يعني الجا موجبة، يعني الجا موجب. موجبة. يبقى هشيل ال 180 عادي واكتب جا سيتا بس بالموجب. هكتب ايه؟ هكتب جا سيتا موجبة. مسألة كمان. مسألة كمان. جيت قلت لك ظا 180 زائد سيتا، انا عايز اعرف دي بايه؟ هتقول لي نشيل ال 180 وتبقى ظا سيتا تبقى ايه؟ ظا سيتا. اقول لك في حاجة انت ظا نسيتها سيتا. لازم تشوف موجب ولا سالب. الثاني. هنشوف دلوقتي موجب. ازاي. محدش ألف. امال هجيبها ازاي يا مستر؟ 180 زائد سيتا تقع في الربع الربع. الثالث. في الربع الاول الثالث. غلط. طب في الربع الثالث. الثاني الثالث. غلط. اهي بص كده اهي الثالث. كاتبها لك هنا وفي الثالث فوقها ثلاثة. يبقى تقع في الربع أيوه. السادس. طب الربع الثالث. الثالث كل جبار ظالم يبقى الظا موجبة. يبقى ظا ايه؟ موجب. موجب. موجبة. موجبة. طب ما دي ظا يبقى خلاص تبقى موجب ظا خلاص خلصت. هي كده خلصت. طب مثال ثالث.
مثال حلو. تالت. تمام. مثال تاني مرة كمان. جيت قلت لك وليكن هألف لك أي حاجة كده، يعني مثلا جاتا 360 ناقص سيتا، على مهلك عليا على مهلك. بص ال 360 سيبك منها، اكتب جاتا سيتا. هي المشكلة بقى موجب ولا سالب؟ هي دي المشكلة. ها دي المشكلة. موجب. الربع الرابع. ثانية واحدة بس رد على التليفون. نرجع يا لبعض بنات لو تاني، سمحت نرجع حد لبعض فيكم تاني. سامعني؟ ايوه كلنا سامعينك، كلنا سامعينك، البنات والولاد والمستر سامعك وكله سامع. دلوقتي انا قفلت المايك على الكل خلاص. تمام. ماشي. 360 دي بشيلها، وال 180 برضه بشيلها، واسال نفسي سؤال: 360 ناقص ثيتا دي هل في الربع الاول؟ لا. طب خلاص في الربع الثاني؟ برضه لا. طب في الثالث؟ لا. المستر كاتبها اهو في الربع الرابع. طب يبقى دي تقع في الربع الربع الرابع. الرابع. طب يا شطار الربع الرابع غني الأغنية: كل جبار ظالم جاتو، يبقى الجاتا موجبة. طب هنا جاتا، يبقى خلاص سيبها موجب. سيبها ايه؟ موجب. طب يا موجب. مستر افرض مثلا جبتها لي ظا، يعني ما انت كده حيرتني. افرض ظا، يا سيدي ظا سالبة، بس تبقى سالب ظا. أي حاجة غير الجاتا تبقى سالبة في الربع الرابع. أي حاجة غير الجاتا في الربع الرابع سالبة. الحتة دي يا شطار يعني اللي بيفهمها يعني بيفهم كتير قوي. فانا هفضل احكي فيها لو سمحت كتير لحد ما اتاكد اني حاطط له المتوسط ايه وصلت له. يلا بينا نكمل مع بعض في نفس الجزئيه. بيقول لي انا هطلب منك طلب بسيط، عايز جا 300 من غير استخدام الآلة. تقدر تجيب جا 300؟ طب يلا بينا نشوف هنجيبها ازاي. يا مستر حضرتك قلت لنا في حاجه اسمها زوايا المنتسبه. اه. ال 300 دي تقع في الربع الايه؟ ال 300 تقع في الربع الرابع. الرابع. طب والربع الرابع؟ لا ده لا. الربع الرابع كل جبار ظالم جاته مصيبة. الجاتا موجبة. الجاتا ايه؟ موجبة. موجبة. طب هل السؤال ده جاتا ولا جا؟ جا. لا. يبقى لازم ده في تبقى الربع سالب. الأول. الربع يبقى الأول. لازم تبقى سالب. ثاني. ال 300 دي عشان اوصل لها هقول ايه؟ هقول 360 ناقص 60. 300. طب واشمعنى قلت 360؟ ما انا بروح للزوايا الاساسيه. ايه هي الزوايا الاساسيه؟ اللي هي ال 180 وال 360. 360. لا اما تقول 180 زائد بس دي هتبقى بعيده عليك، لا اما تقول 360 ناقص دي قريبه. يعني انت دلوقتي في الربع الرابع وعايز تشتري يا سيدي جبنه مثلا، هتروح ل 360 ولا تروح تلف ال 180؟ لا 360 قريبه. فعشان كده قلت 360 ناقص 60. 360 ناقص 60. 60. 360 بتمشي. ما احنا متفق معاك 360 خلاص مشيت. يا مستر حضرتك قلت لي الجاي في الربع الرابع سالبه. طب وجا 60 حافظينها من ايام تالتة اعدادي بجذر 3 على 2. رجاء اي طالب ضعيف في الرياضه يخرج من حصه النهارده ما يضايقنيش. هناخد مثال كمان. ظا 315. مستر 315 تقع في الربع. يلا بينا نفكر مع بعض. والربع الاول من 0 ل 90، يبقى مش في الاول. طب في الربع الثاني من 90 ل 180، برضه مش في الثاني. ال 180 ل 270 ده الثالث، برضه مش في الثالث. هي دي المشكله. يبقى تقع في الربع الربع الرابع. الرابع. الربع الرابع. الرابع تبقى حافظ ان الجاتا موجبه. ايه يا مستر بتقول حافظ مش فاهم؟ اه في شويه حفظ وفي شويه فهم. اه بقول لك تبقى حافظ ان الجاتا تبقى موجبه في الربع الرابع. الجاتا في الربع الرابع موجبه. الجاتا في الربع الرابع ايه؟ موجبة. موجبة. طيب هتنسبها لمين ال 315؟ يا 315 انا ما اعرفكيش. تقول لي ليه يا مستر مش عارف ال بابايا؟ 360. اه ده انا بابايا 360. اقول لها ماشي يا ست الحاجه. 360 ناقص كام يدينا 315؟ 45. 45. وال 360 اقول لها خلاص اتكل على الله، هكتب ظا 45 وانا اتفقت معاك الربع الرابع الجاتا موجبه. هل دي جاتا؟ هتبقى سالب سالب. لا دي ظاهرة. ظا يبقى سالب. طب لو كانت جاتا كنت هخليها موجب. موجب. وظا موجب. 45 المفروض ظا 45 بتعرف تعملها سالب واحد. حافظها. حافظها. ظا 45 واحد. بواحد. طب انا ينفع اكتبها كلها على سالب الآلة يا واحد. مستر؟ اه ينفع تعملها كلها على الآلة.
بس هو بيقول لك بدون آلة، المفروض تبقى عارف العمليات دي بدون آلة. فاهمني؟ ايوه تمام. المفروض تبقى عارف الكلام ده من أيوة غير آلة. تمام. تمام، ناخد أمثلة كتير لحد إن شاء الله ما توصل 100%. مثال كمان، احنا قلنا ال 180 وال 360 من الزوايا الجميلة اللي أنا ممكن أحذفها على طول، وبعد ما أحذفها أشتغل على الإشارة إن كل جبار ظالم جاته مصيبة. ماشي، زي المثال اللي فات كده قلنا 315 تقع في الربع الرابع، تقع في الربع إيه؟ الرابع. فلما يجي يقول لي مثلا الجا الرابع. 315 مثلا، اروح اقول له يا 315 انا ما اعرفكيش، تقول لي مثلا انت مش عارفني، ده انا جنب ال 360. 360. ده انا جنبك وقاعده جنبك جنب ال 360. اقول لها اه 360 فعلا، ناقص 45 يدينا 315. ال 360 دي بتمشي، بتتكل على الله. يعني سؤالك ده بقى جه 45 بتاع ثالثه اعدادي. طب والإشارة يا مستر؟ لا ركز فيها، كل جبار سالب. ظالم جاته. يبقى المفروض جاتا بس الموجبة. طب هل دي جاتا؟ لا. لا، جا. لا، يبقى أحط لا سالب. سالب. وجا 45 حافظينها بواحد على جذر اتنين. تمام. تمام. فأنا تمام. جيت مرة قابلت ال 315 واتكلمت معاها. بقول لها اه أنا عرفتك أنت قريبة ال 360. قالت لي يا مستر كل شوية تقولي 360، ما أنا ينفع برضه أبقى قريبة ال 270. ايه ده؟ يعني 315 دي ينفع نسيبها كده وينفع نسيبها كده؟ ايوه. طب هنسيبها لمين يا شطار؟ الاتنين صح. الاتنين ايه؟ صح. بس صح. خلي بالك في فرق ما بين دي وفي فرق ما بين دي في الشغل. ال 360 انا عودتك عليها خلاص، هعودك دلوقتي على 270. ماشي؟ ماشي. ال 270 بقى بتعمل ايه؟ انا دلوقتي عايز جا 315 برضه بس بطريقه اخرى غير اللي فوق، بطريقه تانيه. فجيت كلمت ست الحاجة 315، قالت لي اه ده انا 270. طب 270 زائد كام يدينا 315؟ 45. يبقى هكتب هنا 45. والربع الرابع اتفقت معاه، الجاتا موجبة والجا سالبة. الجا ايه؟ سالب. ال سالبة. 270 بقى، ال 270 بتشقلب. يعني تشقلب يعني تخلي الجا جاتا. ال 270 بتخلي الجا. جت. طب والجتا جا. طب والظا زاطا. طب جا. والقاتا قا. طب والقا قاتا. والزاطا ظا. مرة كمان ظا. مرة كمان. ال 270 بتشقلب الشطار، تخلي مستر أحمد تخليه مستر عمر. يعني لو أنت عندك جا تتحول تبقى جاتا. مين اللي بيعمل كده؟ حاجتين، ال 90 وال 270. مين اللي بيشقلب؟ 90 و التس... 270. اه يشقلب وشطار. يعني أنا مسألتي تبقى جا أروح شايل الجا وحاطط جاتا. يعني أنا باخد عند مستر أحمد، لا أروح أشقلبه وأخليه مستر عمر. طب الجاتا 45 بكام؟ واحد على جذر اتنين، بس أهم حاجة طلع نفس الناتج. ملاحظ أنت؟ ايوه اه. ايوه. هختصر لك دلوقتي مرة كمان. أنا قلت كده ليه؟ قلت كده من بداية الحصة إن طلاب الضعاف يطلعوا، عشان حصة النهاردة دي محتاجة طالب يعني معلش بيفهم 50%. اه في طلاب بصراحة فهمهم بيبقى عديم الفهم بصراحة، عشان أكون صريح. أنا مهمتي أفهمك بس أنت ما تجيش عليا وتفضل ضاغط عليا. مش فاهم مش فاهم مش فاهم. طب اشرب مية مش فاهم. طب كل مانجا مش فاهم. طب يا مستر خد يا حبيبي الموبايل برضو مش فاهم. إيه يا ابني أنت عبيط؟ أنت حافظ ولا إيه؟ أنت حافظ كلمة مش فاهم؟ شغل دماغك شوية. بقول لك اشرب المية افتح الإزازة واشرب. بقول لك كل مانجا روح اغسلها وتفضل كل. لكن أي طالب بيحاول يفهم أنا عينيا الاتنين ليه. نرجع تاني بقى ونلخص اللي احنا خدناه. بص، جاي مثلا 120 احلها لك دلوقتي بطريقتين. ماشي؟ ال 120 هتروح ترسمها هتبقى في الربع التاني. ال 120 دي فين؟ في الربع في الربع التاني. الثاني. وتغني الاغنيه اللي هي بتقول كل جبار كل ظالم جاته مصيبه. جبار ظالم والاغنيه دي جاته. فايدتها ان الربع التاني اللي انا شغال فيه الجا موجبه. الجا ايه؟ موجب. والباء موجبة. بس هي دي اللي تهمني. يعني ولا كل هيهمني هنا ولا الجاتا ولا الظا. هنا همني في الأغنية إن الربع التاني الجا موجبة. الجا موجب. موجبة. موجبة.
ال 120 دي هتنسبها لحاجة من الحاجتين، لا إما 90 لا إما 180. طب هنسب لمين؟ أنت وراحتك. زي لما أجي أقول لك أنت مثلا، وليكن أنت تبع عيلة مين؟ بتقول أنا تبع فلان الفلاني، ممكن ما أعرفوش فتقول لي يا مصر لا ده أنا تبع برضه علان العلاني، فأقول لك أه عرفتك. ما ال 120 دي برضه مش معروفة، ما بننسبها لا إما ال 90 لا إما ال 180. هحلها لك بالطريقتين. يلا بينا ننسبها الأول لزاوية السهلة 180. ماشي؟ ماشي. هي 120 انا مش عارفك، تقول لي ازاي مش عارفني بقى يا مستر؟ ده انا 180 ناقص 60. ها؟ ولا بقى انت تبع ال 180؟ لا عرفتك. طب ال 180 بتعمل ايه؟ بتروح. طب هنا موجب ولا سالب؟ انا كاتب لك فوق اهو الجيم موجب. طب جذر 60 حد حافظها؟ جذر 3 على الاثنين من ايام ثالثه اعدادي الترم الاول. طب انا مش حافظهم، بعد الحصر اروح احفظهم. ها؟ ارجع الفيديو اللي فات، اخر فيديو كتبتهم لك وحفظتهم لك. يلا بينا نحلها ولكن بطريقة تانية، اللي هي هنسيبها للتسعين. هنسيبها لإيه؟ 90. التسعين. يا 120 أنا مش عارفك، تقول لي يا مستر مش عارفني. ده أنا 90 زي ال30 إيه؟ ده أنا ال90 جنبها شوية ب30 درجة. أقول لها حقك عليا عرفتك، ده أنت طلعت جيراني. طب وال90 بتعمل إيه؟ بتقلب وتشقلب، تخلي مستر أحمد ومستر عمر. يعني إيه تخلي الجاه جتا. تبقى جاتا؟ إيه ده يا مستر؟ يعني أشيل الجاه وشقلبها؟ جتا. ده امتى؟ ده اول ما تلاقي 90 او 270 جوه الزاويه، روح اقلب. ولما تقلب خلاص بقى 90 بتمشي، فاهم انت؟ تمام. تمام. جاتا 30 برضه الجذر 3 على الاثنين، لو انت ناسيها اكتب كوزين 30 درجه وخلصت. طب يا مستر ينفع اعمل جا 120 على الاله تطلع على طول بجذر 3 على 2؟ اه ينفع بالاله، ولكن هو المفروض تكون فاهمها من غير آلة بتيجي ازاي. فاهمني؟ نفس الإجابة أصلا. ما لازم نفس الإجابة، ما لو طلعت إجابة مختلفة يبقى أنت حل غلط. طب أنا هحل بإيه؟ أنت حل تمام. براحتك، إلا إما تنسبها ل 180 لا إما تنسبها لل 90. مثال كمان بقى. تمام. زميلتكم في واحدة اتعصب، مش عارف خرجت ولا لسه معانا، أول دقيقة ليها وبتقول لي مش فاهمة. مش فاهمة إيه بالظبط؟ الطالب ده طالب يعصب المستر أصلا، اللي هو لسه داخل ويقول لك مش فاهم. اصبر، انما العلم بالتعلم. انت رايح الجيم النهارده، تيجي وانت بترفع حديد في الجيم تقول لي يا مستر العضله يعني مش باينه مش ظاهره؟ يا حبيبي ده انت لسه بترفع بتقول بسم الله. واحد بيشرب يقول لي يا مستر عطشان. طب اشرب يا حبيبي، لسه انت بتشرب، لسه لما تخلص شرب تبقى خلصت شرب. فضايقتني الصراحه، عصبتني من اول الحصه كده. نرجع تاني وناخد بعض الامثله والاسئله. بيقول لي جاء 240. ماشي. انا ما اعرفش ال 240 دي في ربع ليه، فهنشوفها مع بعض. 240 صفر ل 90 ل 180 ل 270. ال 240 دي عدت ال 270؟ لا ده الربع التاني. يبقى الربع ثالث شاطرة، يبقى هو ده اللي يهمني التالت. تعالى يا تالت، ده انت حبيبي. كل جبار ظالم، ده انت الظالم نفسه. الظا هي الموجبة بس. طب ال 240 دي براحتك، لا اما تنسبها ل 180 لا اما تنسبها لكام؟ 270. انا ماليش دعوة، 270. انت تنسبها الحاجة اللي تريحك. ايه يا ابطال؟ ده انا قافل المايك، انا قاعد اشرح اديله ربع ساعة. هشرح مرة كمان. ال 240 ال 240 احنا قلنا في الربع الثالث. الربع الثالث كل جبار ظالم، الظا هي الموجبة، الظا هي. موجب. طب الموجبة. الربع الثالث ده لا اما ال 240 تنسبها لل 180 لا اما ل 270. لم. 270. براحتك، لا اما تشتغل هنا لا اما تشتغل هنا، ما تشتغلش على الاثنين يا حسن. ها؟ اشتغل على واحدة بس.
هشتغل على 180. حد موافق؟ تمام. تمام. ماشي. هي 240، انت ايه تقول؟ انا 180 زائد 60. جدع. ال 180 دي بتروح خلاص، مهمتها انتهت، وما بتغيرش، الجاء هي الجاء. ولكن ما تنساش قاعدة الإشارات، النظام موجبة، سالب إذا الجاء سالبة. 60. سالب. وجاء 60 حافظها من تالتة إعدادي، جاز 3 على الاتنين. تقول يا مستر والله أنت طيب، ده إحنا غشينا في تالتة إعدادي غش، ما تعرفش عنه حاجة. أقول لك ما المجتمع بايظ بسبب الغش، وحسبي الله ونعم الوكيل في أي مستر بيغشش. عشان الطالب اصلا من كتر الغش يحسب نفسه شاطر، وهو نفسه مش عارف يعني ايه باي. هنا نعمل ايه في المسألة دي؟ طيب. هنقول 5 في 180 على 3. شاطر. هشيل الباي واكتب 180 انا زي زميلتكم الشاطرة ما بتقول كده. 180 على 3 60، 5 في 60 300. ال 300 دي تقع في الربع الثالث ولا الثالث ولا الثالث؟ اختار على مهلك. الرابع. الله اكبر عليك، رابع. ممتازة. ليه يا مستر الرابع؟ عشان عدت ال 270 واقل من ال 360. طب يا 360. 300 انت تروح لمين فيهم؟ الاتنين صح، كلاهما صحيح، انت وراحتك. انا بحل بالسهله دايما ال 360 وال 180، اتفقنا؟ هتلاقي مستر احمد دايما بيحلك بالطرق السهله اللي هي 360. فامسك ال 300 واقول لها 300 انا مش عارفك، تقول لي ازاي ده انا جنب ال 360 بس نقص مني 60. و 360 تتكل على الله. يا مستر خدت مصلحتك ومشيت؟ اه، خدت مصلحتي ومشيت. سالب جتا 60. طيب والربع الرابع، كل جبار ظالم جاته داهية ومصيبة وربنا ياخده. طب الجاتا في الربع الرابع موجبة، يبقى موجبة. المسألة دي موجبة. جاتا، يبقى دي برضو جاتا موجبة. طب جاتا 60 بنص، اه وخلصت. طب اللي اشتغل على 270 برضو لازم يطلع نص في النهاية. الموضوع بدأ يظهر شوية. أيوة تمام. ماشي. يلا بينا نشوف اللي بعده. بيقول لي ظا سالب 150. قلت له أولا بسم الله، أنا بتخض من السالب. بيقول لي ألف سلام عليك من الخضة. هتزود 360 عشان يديك زاوية مكافأة، ودي الحصة اللي قبل اللي فاتت لو أنت بتشوفني يعني. 360 ناقص 150 شوفها بكام؟ مش حد راضي يرد عليا ليه؟ 210. 210. ال 210 دي تقع في الربع إيه؟ الأول؟ لأ. التاني؟ لأ. التالت؟ آه. التالت. التالت ال 210 اهي. براحتك تنسبها ل 180 وخلاص وتريح دماغك. انا مش أو عارف كام 210، تقول لي يا مستر حرام عليك، ده انا 180 وزود عليا 30، ده انا جيرانك ب 30 درجه. اقول لها خلاص حقك عليا ما كنتش عارفك. ال 180 بتتكل على الله. ولكن خلي بالك الربع الثالث ظا موجبه، هل دي ظا؟ أيوة أيوة. صح. يبقى سيبها موجبه، ما تلعبش ظا في 30. الاشاره. ظا 30. حد يفكرني بواحد على ايه؟ جذر 3. على جذر 3. على يا جذر مستر انا عملتها 3. على الآلة وطلعت لي جذر 3 على 3، هي مفيش اي فرق، الاتنين كلاهما صحيح. ماشي. تمام. تمام. هحل لك تمام. المسألة اللي فوق دي بطريقة تانية. الظا سالب 150 بطريقة تانية. بص يا أبطال، الظا دي لما يبقى فيه سالب ممكن تطلعه بره. ها. وال 150 دي تقع في الربع الثاني، تقع فيها الربع عشان هي الثاني. 150 عدد ال 90 وأقل من 180. ولما أجي أنسبها هنسبها لل 180، فهكتب 180 ناقص كام يدينا 150. شايف الآل 30 اسمك ايه؟ 30. اسمك ايه؟ في حد بيجاوب من شوية. عمار. اسمك ايه؟ عمار. عمار، ممتاز. عمار. وفي بنتين بيجاوبوا معايا، ترتيل وبنت تانية. مين البنت التانية؟ سارة. ملك. ملك، كويس أوي، ماشي. وسارة، ماشي كويس. حلو، تفتحوا نفسي كده لما الاقي حد بيجاوب شوية كده معايا. طيب ال 180 دي خلاص بتختفي، ولكن خلي بالك يا مستر الربع التاني كل جبار يعني جام وجبة، ومسألتك دي مش جاد ظا، فلو سمحت خليها سالبة.
يا ابني ما هي سالبة، ما يبقى اعكس اشارتها، فاهم؟ يعني هي سالب خليها موجب، هي موجب خليها سالب. عكست الإشارة ليه؟ عشان الربع الثاني الجا موجبة، وهذه المسألة ظا، يبقى لازم تعكس الإشارة، فالسالب يبقى موجب. طب حد شاطر يفكرني ظا 30 هي نفس اللي فوق الشطار بالظبط، جذر 3 على 3 أو 1 على جذر 3. واحد على جذر 3. براحتك، يبقى لا إما تطرد السالب بره، لا إما تزود 360 في أول خطوة، والحتة دي من الدروس اللي فاتت. ماشي؟ تمام. 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 بيقول لي ايه، اللي عنده صوت يعني في البيت يقفل المايك، اللي قاعد لوحده يفتح المايك. ما انت على حسب انت وحالتك بقى. هناخد مسألة مركبة زي كده وبدون استخدام الآلة وبالخطوات أوجد الناتج. قلت له خلي بالك، هتفق معاك على اتفاق. الجاتا دي لو جواها سالب بناكله. بنعمل ايه؟ بناكله أكل، هم التاكل خلاص. الجاتا بس هي اللي بتاكل السالب، ها، لكن الجا والظا ما بياكلوش. الجاتا تاكل، عشان كده فيها حرف التاء، جاتا تاكل. تمام. ال 600 دي هتشيل منها 360 ليه؟ اصلا زاويه كبيره قوي، فبنجيب زاويه مكافئه ليها. 600 ناقص 360 ساعدني وقول لي 240 صح؟ صح. ماشي. صح. حلو قوي. وبعدين يا مستر، ال 150 دي تقع فين يا ربع؟ يا مستر احمد تقع فين يا ربع؟ تاني. الثاني. الثاني. يبقى هنسيبها ال 180 ناقص 30 كم؟ 180 ناقص 30. 180 ناقص 30. واستغنى عن ال 180. تستغنى عنها يا مستر؟ اه استغنى عنك، يعني انت مين استغنى عنك؟ طب الربع الثاني الجا موجبه، هل دي جا؟ دي جاتا، يبقى سالب. 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 لا دي كسل. اه سالب جت. هتساوي سالب جذر 2 على جذر 3 على 2. اشكرك. يلا بقى نشوف بقى جا 240. ال 240 دي تقع عند ال 180 وقبل ال 270 يبقى هنا اهو. ال 240 دي في الربع الثالث، الربع الثالث يبقى 180 زائد 60. وال 180 استغنى عنها، هتستغنى عنها يا مستر يا ست؟ هستغنى عنك، انت مين اصلا؟ طيب، وكل جبار ظالم، يعني الظا هي الموجبة في الربع الثالث، هل دي ظا أم جا؟ سالب سالب. يبقى سالب. خلي بالك العلاقة ما بين دول ضرب، سالب في سالب بموجب، الحمد لله راحوا مع بعض. جاتا 30 جذر 3 على 2، وجاز 60 برضه بجذر 3 على 2، على 2. وجذر 3 بجذر 3 بتلاتة واحدة بس، و2 في 2 ب4. يبقى الناتج كله طلع بكام؟ 3 على 4. 3 على 4. ويتس فيرو 3/4. اوكي. تمام. صلى على النبي يا بيه، اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله. خلاص. يعني بص المسألة، يعني المسألة حلوة ودمها خفيف، بس ما حدش يجي كده من البداية يقول لي مش فاهم مش فاهم ايه، ما انت اصبر خطوة على التانية على التالتة على الرابعة تعمل شبكة الفهم هتوصل لك. ماشي. في ساعات بيديك نقطة حلوة زيك اهي، ويجي يقول لك انا عايز جا 90 ناقص سيتا. خلي بالك يا جميل، ال 90 قلت لك بتبدل، يعني الجا تبقى جاتا. ماشي. واي 90 ناقص 90، 90 دي لما تيجي تنقص منها يبقى انت في الربع الاول. الأول. فالربع الأول ما تفكرش كتير، كله موجب. طب والجاتا دي بقى فين هي؟ الجاتا اللي هي المسقط الأول ده. ماشي؟ ماشي. طب والمسقط التاني ده اللي هو الجاي، ما هو هنا جاتا وهنا جا، جا. دايما هنا جاتا وهنا جاي. حلو. ليه؟ أصلا دي زاوية تمام. موجهة، دي زوايا موجهة، زاوية موجهة، زاويتها سيتا في الوضع القياسي، وضلعها النهائي بيمر بالنقطة دي. وحكينا الكلام ده كله من حصتين ثلاثة فاتوا. نختم بالمسألة دي عشان الزوم هيقفل في وشنا. ال 180 دي بتختفي، بتعمل ايه؟ تختفي. طب 180 ولما تيجي تزود مش ثالث؟ الربع اه. الثالث. والثالث مش الظا موجبة؟ طب هنا أيوه. جاتا يبقى لازم تحط ايه؟ طب سالب. الجاتا حد شاطر يقول سالب. لي، حد شاطر يقول لي جاتا مين؟ اللي هي المسقط الأول. ماشي؟ 5/3. 13 بس. بهذا القدر نكتفي، نشوفكم في قصة جديدة. شرفتوني ونورتوني. تمام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.